السلام عليكم ورحمة الله تعالى. نقدم لكم اليوم قائمة المنتخب الغيني والتشكيلة المحتملة المقترحة لمواجهة المنتخب الجزائري يوم الجمعة. بدون إطالة، القائمة تضم 23 لاعبا. في غياب نجم المنتخب نجم ليفربول الإنجليزي نابي كايتا. في حراسة المرمى إبراهيم كوني حارس FC باولا في مالطا، علي كايتا حارس أوستاند في السويد، لاسان دياكابي حارس فالنسيا في فرنسا. الحارس المرشح بقوة أن يكون أساسي ضد الجزائر هو إبراهيم كوني حارس FC باولا في مالطا. في الدفاع القائمة جاءت تضم أنطوان كونتي، إبراهيم دياكيتي مدافع صدر أمس الفرنسي، إبراهيم سوري كونتي نجم نيورتي الفرنسي، محمد علي كامارا نجم يونغ بويز السويسري، سايدو سو لاعب سانت إتيان الفرنسي، مختار دياكابي لاعب فالونس في إسبانيا، وإيسيا غاسيلا نجم تولوز الفرنسي، وكذلك سيكو عمر سيلا لاعب FC كامبورغ في الأراضي المنخفضة في هولندا. الثنائية المرشحة بقوة لأن تكون في محور الدفاع هي سايدو سو لاعب سانت إتيان الفرنسي، ونجم فرنسي الإسباني مختار دياكابي. أما على الجهة اليمنى فسوف نشاهد إبراهيم سوري كونتي لاعب نيورتي الفرنسي، وعلى الجهة اليسرى سوف نشاهد إيسيا غاسيلا لاعب تولوز الفرنسي. في خط الوسط القائمة جاءت تضم أمادو دياورا نجم نابولي السابق واندرلخت البلجيكي الحالي، موري كوناتي لاعب ساندرلاند البلجيكي، شيخ عمر كوندي لاعب زيوريخ السويسري، موري باكوروما نجم فالونس الإسباني، سايدو باسيسي لاعب ليغاناس الإسباني، أغوي بوكامارا لاعب أولمبياكوس في اليونان، وكذلك تيرنو باري لاعب لورغانوس في إسبانيا. في خطة 4-2-3-1 التي تعود عليها المنتخب الغيني سوف نشاهد في ثنائية خط الوسط كل من أمادو دياورا لاعب أندرلخت البلجيكي، وموري كوناتي لاعب ساندراود البلجيكي. أما الثلاثي خلف المهاجم فسوف نشاهد موري باكوروما لاعب فالونس الإسباني، على الجهة اليمنى أغي بوكامارا لاعب أولمبياكوس اليوناني. أما يسارا فسوف نشاهد تيرنو باري نجم ليغاناس الإسباني. في خط الهجوم القائمة جاءت تضم بافودي لاعب ديانز البلجيكي، الخالي موسيسي لاعب ويسلا في بولونيا، مورغان غيلافوغي نجم FC باري في فرنسا، والثنائي الرائع والخطير محمد لامين بايو نجم ليل الفرنسي، وكذلك سيرو غيراسي نجم شوتغارت في ألمانيا. المهاجم الصريح المرشح بقوة أن يكون أساسي في المباراة هو محمد لامين بايو لاعب ليل الفرنسي، كما أن غيراسي لا يقل خطورة عن لامين بايو في خط الهجوم. ومن المتوقع أيضا من المنتخب الغيني أن يدخل بخطة 4-4-2 أين سوف نشاهد غيراسي ولامين بايو في ثنائية خط الهجوم في هجوم ناري وخطير جدا. كانت هذه تشكيلة المنتخب الغيني المقترحة المحتملة لمواجهة المنتخب الجزائري يوم الجمعة. نتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري في مباراتي غينيا ونيجيريا. شاركونا بتوقعاتكم للنتيجة في التعليقات. أجمل ختام تحت الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.